السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. زي ما وعدتكم قبل كده هنشرح ازاي نثبت التطبيقات على الايفون. جمعت لك كل حاجة هنحتاجها في الشرح بتاع النهاردة في فايل PDF واحد، فياريت تركز معايا كويس جدا ونبدأ الشرح. أول خطوة هنضغط على الفايل وهنضغط على كلمة Step 1 بالشكل ده. هيحولنا على ويب سايت بالشكل ده، هو ده الويب سايت اللي هنحتاجه في الشرح بتاع النهارده. هنضغط على كلمة ساين اب ونسجل في الويب سايت. هندخل الايميل والباسورد بتوعنا. بعد ما هنكتب الايميل والباسورد هنضغط على لوج ان. بعد ما عملنا تسجيل دخول في الويب سايت هيفتح معانا بالشكل ده. كل اللي علينا هنحتاجه هنحرك الشريط اللي فوق بالشكل ده وهنضغط على كلمة داني ليست بالشكل ده، وهنضغط على edit domain وهنروح للفايل PDF وهندخل ال7 لينكات دول في كلمة edit domain بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنروح لأول لينك وهنعمل له copy وهنروح على edit domain ونعمل paste وبعد كده go. هنلاقيه اتضاف بالشكل ده. وبرضو لتاني لينك بالشكل ده هنعمل كوبي نتأكد ان احنا بننسخ اللينك مظبوط وبالكامل. هنعمل كوبي وهنضغط على بيست في الويب سايت. هنتأكد ان احنا ضفناه بالشكل ده، وكذلك اللينكات الباقية لحد 7 لينك زي ما احنا شايفين. انا هسرع وقت الفيديو بعد ما اضيف ال7 لينكات وهنكمل الشرح مع بعض. بعد ما انتهينا من اضافة اول 7 لينكات في الويب سايت بالشكل ده ونتأكد ان متفعلين بالعلامة الزرقاء اللي في الجنب، كده احنا انتهينا من اول ال7 لينكات وكده انتهينا من اول خطوة. هنروح دلوقتي في اللينك اللي هو رقم 8 هنعمله كوبي نتأكد ان احنا نسخناه بالكامل، وهنروح فوق على allow list بالشكل ده وهنضغط هنا وهنضيفه في allow list بالشكل ده، هو الوحيد اللي متضاف. وهنا ال7 لينكات التانية. كده احنا انتهينا. هنروح دلوقتي لكلمة set up بالشكل ده برضو في الشريط العلوي هنضغط عليه، وبعد كده هننزل تحت هنلاقي كلمة Apple Next DNS بالشكل ده. هنضغط عليها وهندخل اسم الجهاز بتاعنا او اسمنا